لا أرى عليا. إن عليا ليس في وسط الجند، رأيته مرة وهو يخبز الخبز للجنود يا رسول الله. ألم يكن هنالك من يصنع الخبز للجند غيرك؟ لقد أرسل رسول الله في طلبك. إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. قل لي مع من يأتي محمد من الأشخاص كي يتلقى البلاء؟ ذاك الرجل الذي إلى جهة اليمين هو علي بن أبي طالب، صهره ووصيه. علي؟ وعلي ذاك الذي في الخندق قام بقتل عمرو بن عبد ود العامري. والحارث ومرحب الخيبري. والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. خذوني معكم. قل لي أيها الرجل الطيب، من هو سيدكم هذا؟ أهو نبي أم وصي نبي؟ وصي النبي. اسمه ما هو اسمه؟ علي. علي؟ إلياس؟ إيليا علي. إيليا باللغة العبرية. إلى أين تذهبون؟ إلى الحرب. الحرب؟ ولكن مع من؟ مع جيش الشام. ومن هو حاكم الشام؟ معاوية. معاوية؟ هل
أنت وصي النبي؟ أجل أيها النصراني، أنا وصي خادم الأنبياء. كان أسلافي منذ سنوات طويلة في هذا البرج ينتظرون حلول هذا اليوم لكي يأتي رجل مثلك ويكشف عن هذا النبع. لقد رحل كل أسلافي ولم يعرفوا سر هذا النبع. انظر إلى هذا اللوح حيث أشار فيه أحد حواريي المسيح إلى أن نبعا من ينابيع الجنة محفوظ في هذا المكان، ولا أحد يعلم مكان هذا النبع سوى نبي آخر الزمان أو وصيه بالحق. وأيا منكم يلتقي مكتشف هذا النبع فآمنوا به دون تردد، وكونوا جميعا في ركابه. أنا أرى في وجهك النور الساطع. أرني لوحتك. من دواعي الحمد والشكر لله أن لديه ابن أبي طالب. حبتنا معالينا نفوسا أبية سمونا، فما يوما ألفنا دنية إليكم برب الخافقين إلية. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وسعنا تكرما. فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء، وحللتم قتل الأسارى. وطالما قديما عن الأسرى نعف ونصفح، لنا المكرمات الغور والعز ديدنا. إذا ما ادعينا صدق الدهر مرعنا، فشيمتنا نبل وشيمتكم خنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. سقط ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، ابن ساقي الحوض وابن ساقي زمزم، نعم، وابن ساقي القوم، وابن من ترك لهم صدر الفرات. سقط على الأرض وسمعه هلال بن نافع تتمتم شفتاه: لقد تفتت قلبي من الظمأ. شوف الفرق الكبير بين هؤلاء وهؤلاء. حال العطش بينه وبين السماء كالدخان.